السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير ونلقاكم ديما بالصحة والعافية ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم غاتو الجروا بنت زمان، واليوم جبت لكم وصفة القلب اللوز. قلب اللوز بأسهل طريقة. نروح نشوفوا واش كاين في الوصفة دائما مع غاتو الجروا بنت زمان. قولوا بسم الله. عندنا كيلو ورطل سميد خشين تاع القلب اللوز. سميد هذا تاع الميزان من شكارة تاع 25 كيلو. قلنا كيلو ورطل سميد، نزيدوا له 750 غرام سكر، ونزيدوا له لافاني للنكهة. هنا لافاني اختياري، اللي ما يحبش يديرها ما يديرهاش. نخلط النواشف بلا بالات ونروح نحضر الزبدة والماء ديالي. هنا عندي زبدة دايبة 300 غرام، 300 غرام تاع زبدة و300 غرام تاع ماء وما زهر. هنا درت 150 غرام ما زهر و150 غرام ماء. نخليهم بجاه ونروح نحضر الشربات تاعنا. في الشربات عندنا كيلو سكر مع 2 ريتلات تاع الماء. نخلطهم بالفوي ونطيب الشربات فوق النار. كي تلحق للغلاية نحسب من 5 ل 10 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد. نروح للقلب اللوز ديالي. بعد ما تخلط مليح السميد والسكر نضيف له الزبدة ونكمل نخلط ونبسس فيه. هكذا نخلط ونعاون بسباتول باش نقيس كامل الجوايه. بعد ما تخلط مليح نروح نزيد له الماء والمزهر ديالي اللي هو 300 غرام. نزيد له الماء والمزهر غير بالعقل ونكمل نخلط. بعد ما تخلط بيان كيما راكم تشوفوا نروح ندير القلب اللوز ديالي في لي ساشيت كونجيلاسيون ولا الاكياس بلاستيكيه. انا نفضل هذه الطريقه، نقسمهم على زوج باش تكون خدمه نقيه. هكذا نربطهم ونخليهم يباتوا ونتلاقاو غدوة من ذاك. بعد ما جاست ليلة كاملة نعاود نجيب البترا ونفرغ فيه القلب اللوز. يكون داب لي السكر والشرب ونتفخو حبات السميد. ديما بلا بالات نفتح مليح القلب اللوز. في كاس درت شوية ماء ونضيف بالمغرفة. في الأول درت 2 مغارف ونكمل نعجن. هنا راني نعاون برك في القلب اللوز باش يطلق روحه ويتعلق معانا، على خاطر تدحقو تاع الماء في الأول اللي هو 300 غرام. هنا نستعمل يدي باش نعرف كيفاه جا القلب اللوز وكيفاه جا القوام تاعو. نشفتلو مازال ناقص شوية، زدتلو 2 مغارف واحد اخرين. وزدتلو لافيتاس تاع البيتران وخليتو يتعجن مليح. هنا يكفي ما نزيدش الماء وخليتلو وقتو يتعجن راح يتعلق.
نوزن لكم شوف شحال جاوني 4 مغارف تاع الماء. جاوني 40 غرام، يعني تقدروا تستعملوا أقل من 40 غرام على حسب السميد اللي عندكم. هذا هو قوام قلب اللوز، هاوليك جا معلق وماشي معجن. في سنيوة مدهونة بالزيت نجيني طالي القلب اللوز تاعنا كيما راهو موضح. درت كمية من العجين من التحت وزدت له شوية لوز مرحي وحده بلا سكر وبلا كاكاو، ونكمل نغطي بالعجينة التانية. نجيب بول فيه شوية ماء باش نشمخ يديا وانا نسوي في العجينة باش ما تلصقش في يدي. نكمل نسوي بيدي مليح العجينة كامل الطراف تاع السنيوة. وبالكوبات نسوي كامل سطح القلب اللوز باش يكون كامل على نيفو واحد. ونكمل نطراسي كيما راه موضح، وراح ندخله للفرن يطيب على درجة متوسطة. انا عندي فرن تلمسان يشعل من فوق ومن تحت، بصح راح نسبق نطيبه غير من تحت قبل. كي نشوفه حمار من الطرف نطفي عليه من تحت ونشعل له من الفوق، وندهن القلب اللوز تاعي بسمن مليح، ونكمل نخليه يكمل طيابه حوالي ساعة وربع هكذاك. أنا القلب اللوز راه قريب يطيب، نروح نجيب الشربات ونضيف لها حوالي نصف كاس تاع المزهر. القلب اللوز راهو طاب وطاب محمر من كامل جوايه، نروح نشربه بالشربات اللي راهي باردة. نشرب بالعقل يشرب شوية ومن بعد نزيدلو وهي رايحة. نطراسي القلب اللوز هكذا باش نعاون الشربات تدخل داخل. ونخليه من 6 سوايع ليلة كاملة باش يبرد ويشرب في عقله. هاي نتيجة القلب اللوز كيفاه خرج، ماشي حلو بزاف وخفيف، ماشي معجن وبزيادة، على هذا بنين. نطلب منكم تجربوه، راح ينجح معاكم ويعجبكم. ومن هنا نقولكم خلي طيابك ديما في القمة وبالشان والهمة، فضلا وليس أمرا. منكم الإعجاب والاشتراك، ومني الوصفات الجيدة لتوالم مقامكم. قاطو الجروة بنت زمان، في أمان الله، سلام.